عادي لو لقيتي شوية شعر في المشط، ده ممكن يكون التساقط الطبيعي، بالذات لو في ستريس زيادة. بس اللي مش طبيعي بقى ولازم تبتدي تخافي لو لقيتي المنظر ده كله على المخدة، ووقتها لازم تبدأي تدوري على منقذ لشعرك. فأكيد هتكوني محتاجة تعرفي أكتر عن بايو بلس فورت هيربال سيرم قبل ما تشتريه. وأول حاجة هتكوني محتاجة تعرفيها إن السيرم ده تركيب عشبية، لأن 96% من مكوناته مستخلصات من أعشاب طبيعية اللي بتحفز الدورة الدموية فورة الراس، وبتساعد في تقوية بصيلات الشعر من الجذور، لأن التركيبة دي مركزة جدا وبتعالج التساقط على 3 مراحل في نفس الوقت. التغذية فبتقوي الجذور فالشعر بيطلع صحي وقوي، والحماية للشعر الموجود علشان التساقط يقف، والتجديد بالفيتامينات والمعادن علشان الشعر يبقى كثيف. وهو حجمه 60 ملي بس هو في الحقيقة ممكن يقعد معايا لفترة طويلة جدا، لأني مش بستخدمه كل يوم، لأنه زي ما قلت مركز جدا. فبرش منه 6 بخات على فروة الراس بعد كل غسلة بس، فأنا بستخدمه تقريبا كده 2 أو 3 بس في الأسبوع. واللي عجبني فيه قوي هو الدراع الطويل ده، وده بيخليني أضمن إن اللوشن بيوصل لجوه فروة الراس، وهو مش بيتشطف وملوش أي ريحة خالص ولا بيزيت، فمش بيضايقني خالص. بس مهم جدا إني أعمل مساج لفروة الراس بعد ما أحط منه لمدة 1 أو 2 كده. طب إيه بقى هي عيوبه؟ فهو بصراحة مش بيرطب فروة الراس خالص، لأنه هو شغل كله على الفروة نفسها. ده أنا كمان حسيت إنه ممكن يكون ناشف لي شعر زيادة، فعلشان كده لازم معاه استخدام لوشن مرطب قوي جدا. بس بقى بعد 2 أسبوع من الاستخدام أخدت بالي إن التساقط قل جدا، وبعد شهر بقيت ألاقي شعر بدأ يطلع فعلا، بس طبعا ده باستخدام روتين كامل وشامبو كويس. ولو عايزة تعرفي عن أنواع لوشنات تانية زي مثلا الفرق بين لوشن التساقط ولوشن التطويل، يبقى شوفي الفيديو ده عن الفرق بين لوشنات تويست اند جو. ولحد ما اشوفك الفيديو الجاي، خلي بالك من بشرتك.